رمضان كريم على الأمة الإسلامية جميعا. النهارده محتوى جديد أنا بقدمه في نطاق الأكل طبعا، وهي أشهر وأغرب أساطير الأكل اللي بنسمع عنها في العالم كله. تخيلوا معايا فراخ مش بس لونها أسود من بره، لا ده العظم بتاعها والأنسجة واللحم كمان. هل أنا بكلمكم عن فراخ من كوكب تاني؟ لا، أنا بكلمكم عن فراخ أيام سيماني، فرخة الملوك والأساطير الغريبة والغموض اللي وراها أغرب مما تتخيلوا. فجهزوا نفسكم لجولة فيها معلومات فخمة قوي. ما تنساش بس تعمل اللايك ومتابعة عشان يوصلك كل فيديوهاتي. تعالوا نبتدي بنشأة الفراخ واصلها. نرجع بقى للزمن شويه كده في جزيره جاوا في اندونيسيا. دي كانت بدايه نشأة الفراخ ايام سيماني تقريبا في القرن ال 12، والنوع ده كان مرتبط بثقافه غنيه ومليانه اساطير. السكان الاصليين في اندونيسيا ما كانوش شايفين فراخ السودا دي اللي هي ايام سيماني مجرد حيوان، لا ده توطم، ويا رب كنا نطقتها صح. الفرخه دي فيها طاقه روحانيه وكانوا بيقدموها قرابين للالهه. يعني تخيل كده في مناسبه مقدسه عند اندونيسيا بتقدم كده فرخه سودا قربان. طب ايه السر في لونها الاسود الغامق قوي ده؟ ده بسبب طفره جينيه اسمها فيبرو ميلانوسيس. لو اي مصطلح قلت غلط في الفيديو ده عدوها لاخوكم. وده بيزود صبغه الميلانين بشكل كبير جدا في الفرخه. يعني اللون ده نتاج حاجه طبيعيه تماما، مش حاجه متهجنه او شيء اصطناعي من صنع البشر، وده اللي بيخلي الفرخه دي نادره جدا. تعالوا بقى ننتقل للمعتقدات والاساطير عن الفراخ دي. في شعوب كتيره كانت بتؤمن ان الفرخه دي مش بس مجرد تغذيه، لا ده علاج طبيعي. في الصين مثلا، وما ادراك ما الصين بقى في الاساطير ما اقولكوش، كان عندهم فرخه مشابهه جدا لفراخ ايام سيماني اسمها سيليكي. ده لو نطقت اسمها صح في الطب الشعبي عندهم في الصين. وكانوا بيعتقدوا ان الفرخه دي بتقوي المناعه وبتعزز الصحه اكتر واكتر. في اندونيسيا بقى كانوا بيستخدموا دم الفراخ بتاع ايام سيماني لجلب الحظ وانهم يبعدوا عنهم الحسد. يعني انت خلاص مش محتاج تتفرج على المداح ولا تجيبه وفي الاخر يقول لك انا سبونج بوب، شويه دم من الفرخه دي وتخلص كل المواضيع، الحظ بقى يجي لك وكل الكلام ده. ده طبعا هم مش انا. يعني انت متخيل شويه دم بسيط جدا من الفرخه دي كانوا بيتباعوا باغلى الاثمنه. بدايه اكله وانتشاره، في البدايه ما كانتش فراخ سيماني ده حاجه متعارف عليها وكله بياكلها حاجه عاديه كده، لا طبعا كان بيتقدم في المناسبات الخاصه جدا للملوك والنبلاء فقط، وكان بيعتبر رمز للثروه والقوه. اللي هو انت تعرف انا عندي ايه يا باشا؟ انا عندي فرخه ايام سيماني. ما كانش بقى بيقول ابن مين والكلام ده زي بتاع الايام دي، وما كانش اي حد يقدر يربيه بسهوله طبعا. وده لان الفرخه دي كانت غاليه جدا. ولكن مع وصول التجار الهولنديين لاندونيسيا في القرن ال 16 تقريبا، الفرخه دي بدات تلفت اتجاه الاوروبيين. طبعا الهولنديين عايشين واكلين شاربين نايمين على البطاطس، يشوفوا فراخ سودا كان موضوع غريب بالنسبه لهم، وتم تصديره وقتها كحيوان غريب جدا. ومن هنا بقى بدات رحلته للعالم كله في الانتشار. طب هو اماكن وجوده فين دلوقتي او منتشر فين؟ طبعا موجود في الموطن الام في اندونيسيا، وبدا ينتشر في اماكن كتيره زي امريكا، اوروبا، حتى استراليا كمان. وطبعا في اندونيسيا لسه بيعتبروه اكله فاخره جدا. وفي الدول الغربيه ده بيعبر عن الثراء والمستوى الراقي. يعني انت يا عم لو معكش اي حاجه وشحات وفقير بس معاك فرخه ايام سيماني، انت كده راجل عندك ثروه. طب هل اي مزرعه تقدر تربيه؟ للاسف لا. ده نتاج تكلفه التربيه العاليه بتاعته، وكمان قله انتاج البيض. مش زي الفراخ العاديه بتاعتنا بتبيض كل يوم. فراخ ايام سيماني في السنه كلها ممكن تبيض ما بين 60 ل 80 بيضه بس. طب حد هنا يسالني يقول لي يا توني هو ليه سموها اكله الملوك؟ السبب الاول الندره بتاعتها. نوع الفراخ ده قليل جدا ان فرخه تبقى سودا، مش بس الريش بتاعها او المظهر الخارجي، لا هي الفراخ نفسها كلحم وعظم سودا. وقله تربيتها وندرتها ده اللي بيخلي سعرها بيوصل ل 2500 و 3000 دولار. يعني متخيل فرخه ايام سيماني دي اغلى بكتير من الايفون اللي انت فرحان بيه مثلا. هعمل البخت وحشت السودا يابا. طب حد يجي يقول لي يا عم توري طب انا هشتري بيضه واربيها. البيض بتاع فراخ ايام سيماني بيكسر ال 50 وال 100 دولار في العادي. واحد بقى يجي يقول لي يا عم توني انت بقالك ساعه بترغي، طب طعم الفراخ دي في الاخر عامل ازاي؟ فانا هرد عليك واقول لك الحمد لله مستوره، بس مش لدرجه ان انا اجيب فراخ ب 3000 دولار يعني. ولكن من المصادر اللي انا شفتها وسمعتها بيقولوا ان طعم الفراخ ده عادي جدا، مش مميز خالص، يعني ما فيهوش طعم مميز. ولكن الانبهار اللي فيه ان الفرخه لونها اسود. هي ممكن بس تكون غنيه بالبروتين اكتر شويه والدهون فيها اقل من الفراخ العاديه. يعني من الاخر القيمه الحقيقيه للفرخه دي مش في الطعم، القيمه الحقيقيه في المظهر والشكل بتاعها، وانها اكله للملوك وحاجه غاليه جدا. وخليني اوضح لكم الفرق عندنا في مصر. مثلا انت الفرخه العاديه بتجيبها مثلا سي ب 200 جنيه، لكن انت الفرخه دي بالمصري فرخه ايام سيماني ممكن توصل سعرها ل 80000 و
1000 جنيه الفرخه الواحده. ايوه زي ما بقول لك كده، انا شايف الناس اللي كانت بتربي حمام زمان دلوقتي بتدور على الفرخه دي والبيض بتاعها عشان يربوه ويكسبوا منه. دجاج اسود مليان تاريخ واسطوره وسعره اغلى من الذهب. تفتكروا فرخه زي دي تستحق التجربه، ولا شايفينها باللغه البلدي بتاعتنا كده فشخره على الفاضي والملوك جايبينها عشان يتمنظروا بيها علينا؟ شاركوني بقى برايكم في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. وما تنسوش تذكروا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واستنوني في فيديو جديد قريب عن افخم الاكلات في العالم. بحبكم في الله، سلام.